ميريام الأشقر بنت 27 سنة سرق العمر قبل ما تعيشه، وخطف القدر قبل ما يبتسم له. سلكت درب السما مسلحة بإيمانها، وحاملة بإيدها مسبحة وإنجيل، وكانت آخر طريق بتسلكها. امتدت إلى إيد الشر وعمل بصيرة، وجربت تسرق منها النور اللي بيشع بداخلها، ولما ما قدرت سرقت الروح اللي فيها. شو بدي اقول لمريم؟ بدي اقول لمريم ان شاء الله تكون نفسها بالسما. بدي افرح مع يسوع السنه اكثر واكثر، لانه مريم توفت بتنين اسبوع البشاره، وكانت عند بدير بقدوش اللي هو لسيدة البشاره. اكيد هالشيء مش صدفه ابدا، ومريم ما بتطلع لحالها، في شيء قوه الهيه قيمتها من تختها حتى تطلع تصلي للعذراء. يا ام النور، هالنور الصافي الجاي تيزور عالمنا الغافي. هالعيلة اللي عاشت ساعات كأنه مدهر، واللي أكل القلق قبل ما تعرف شو حل ببنتها. كان نبأ موتها صدمة. يمكن باللحظات الصعبة ما كان في حكي ينقال، ولكن كان بالهم مطمن إنه ميريام بين إيدين العذراء، إنه هيدي مش الطريقة اللي أنت استعديت فيها نتمثل فيك، وتعطينا القوة والنعمة إن دايما نكون حاضرين. عائلة الأشقر اللي تربت على القيم المسيحية كان قوتها اليومي الصلاة. كان هم الأم إنه تعلم ولادها الصلاة المسبحة الوردية، وإنه إلن أم تاني بالسما. ورغم إنه الطب حكم على الأم من 22 سنة إنه تعيش ل3 أشهر بس، إلا إنه معجزة الإيمان قلبت المقاييس الطبيعية. وساعدتك يا عذراء، أنا بدي ربي هالعائلة. ميريام اللي كان دايما لعيد الميلاد معنى خاص بقلبها، كانت عم بتحضر لعرسها، ولكنها لبست ثوبها الأبيض قبل الموعد اللي حددته. صارت عروسة المسيح. ولا سنة، كل سنة ذات الشيء، لأنه ما غيرت. بس السنة كانت محيرة إنه خاطبة كيف بدها تسهر مع أهله أو معنا. كان عندها هالسؤال، راحت بس بدون ما قررت. عيد الميلاد على عائلة ميريام أكيد ما رح يكون له نفس نكهة السنين الماضية، ولكن ما نسيت إنه العيد مش لإلنا، إنما عيد ولادة يسوع، وعلينا إنه نفرح بمجيئه. بدي استفقد لها كتير، لأنه هي كانت تهتم بديكوراسيون البيت بالسابان وبالمغارة.
قبل ما توفت قلت لأختي أنا بدي أكون مشغولة عم بتحضر خطبتها قلت لها دورك أنا كل سنة بعملها. قلت لها السنة أنت دورك بدك تعمليها. لازم يكون أكتر وأكتر يعيشوا عيد الميلاد أكتر، لأنه هيدا يسوع جاي للسلام، جاي للتواضع. بهمه إنه نخلي له قرنة بالبيت حتى تكون ذكرى هي سنة ورا سنة إنه هو إجا المسيح سلام، إجا يخلص البشر. ما في أقول لك أي عيد ميلاد، لأنه كل عيد ميلاد كان رائع بالعائلة. كل سنة له نكهة، كل سنة عم نكبر سوا، أعمارنا كتير قراب على بعض، كل سنة كان له طابع أحلى وأحلى من سنة تانية. أكيد السنة غير عن كل السنين. عنا شخص غالي علينا اللي هي مريم أختي، رح تكون ناقصة. أكيد رح نعيد بلاها لمريم، رح يكون لها فراغ كبير. رح نعيده بفقدة مريم، بصالة زيادة عن السنين اللي قبل. بطلب منه انه احس فيه اكثر بالميلاد، احس بهاي الخلاص، بتذكر الخلاص بعيد الميلاد. باراليل بدي اتذكر كمان انه مريم دلنا على طريق الخلاص، كيف هي طلعت عليها دلنا عليها. بدي اقول لها انه رح نضيعك يا ماما، رح تكوني ناقصة على الطاولة، بس رح قد ما فيني اخدها من الكوتي انه هي معي حفوق. هالروح البرداني بقلبك اماني، تغسلها بنورك تغمرها بايديك. مزج وجع وحزن بأمل كبير ورجاء أكبر بالله، وعرفوا إنه الإيمان بداوي كل وجع. وبعد ما كانت مريم تعبر عن حبها وامتنانها لكل فرد بالعائلة بهدية بسيطة، كيف رح يكون تبادل الهدايا هالسنة؟ مريم أكبر هدية بالسما، عم تهدينا نعم من فوق، نحن ما عم نقشعها كنا. ما رح فيي جيب لها كادو اللي كنت جيب لها اياه دايما، ولا رح فيي بوسها او اغمرها. بدي اقول لها انه صلي لنا من فوق، هي احلى كادو بتعطينا اياه. السنة بدي هدية من مريم تعطي القوة لأخواتها يضلوا رسل بين رفقاتهم، تلهمهم يضلوا بين رفقاتهم القدوة المسيحية الحق. من الضعف ولدت القوة، والقوة الأكبر كانت المسامحة والصلاة لجلاد مريم. وكان الإيمان الأقوى يضلوا يرددوها: يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. بالنسبة للشخص اللي قتل مريم، فكرت كتير بموضوعه وفكرت كتير بمصيره. بتمنى موت الجسد كتير هين، بس توبة الروح وخلاص النفس هود الصعبين. بتمنى له تخلص نفسه. أنا بعتبره هلك نفسه لهلأ، ما عرف شو عمل. بدنا نصلي له إن شاء الله يعرف الله. أهله لهيدا الشاب يمكن ما ذنبهم، أنا ما فيني أقول لهم شيء، أكيد هن محروقين. أنا بنتي انحبست بالسما وهو انحبس ورا القضبان. أنا رح صلي له لإله حتى إذا طلع حكم كون طالع على الجنة. سمحته، أنا وقت من أول الحادثة أنا عم فكر ببنتي، ما فكرت بالشخص، لأنه أكيد عملها من دون تفكير. يمكن ما صار لهم يودعوها، ويمكن ما صار لهم يضموها لصدرهم، والأكيد إنه ما كان خاطر عبالهم إنه يكون في لحظة وداع، وإنه مريم صارت صورة بقلبهم.
ولكن بيبقى منهم إلى أمنية وصلاة ورجاء. بصلي لك يا مريم مطرح ما أنت، اللي حاسس فيه واللي يمكن شبه أكيد منه أن أنت بمطرح أحلى بكتير من أنه نحن هون. بقول لك سلمي لي على كل القديسين لأنك حواليهم، سلمي لي على الرب يلي منطوق له وعلى أمي مريم. بدي أقول لها رح أشتاق لها، بدي أقول لها ما كنت عارف هالقد أختي مهمة عند الله، رفعها لفوق، يعني رفعنا معها ورفع العائلة معها. بدي أقول لها ميرسي، بدل ما أنا صلي لها بدي منها هي تصلي لي كمان. مضيعينك جسديا، بس أكيد روحك بالسما. شاركينا حتى هالعيد يكون خير علينا، وتضلي عتيتيني نعمة الصبر والقوة. العذراء بكيت على الصليب بس رجعت في أيام حلوة. بقول لها يا ماما اعطينا القوة، وحيك العذراء وحيك يسوع اللي انت هلا حده يكون راضي على عائلتي وعيال كل المسيحية والغير مسيحيين كمان يعيشوا بسلام. بدي أصلي لهم لربنا يعطيهم القوة والصبر والحكمة، والتعزية، لأنه عندهم بنت قديسة، واللي عنده بنت قديس بيتقدسوا هن فيه.